أخرى تعزز الشراكة المثمرة بين الجزائر وإيطاليا، هذه المرة في القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية الغذائية. مشروع مؤسسة مطي إفريقيا 2024-2028 تراهن عليه الجزائر لضمان أمنها الغذائي بالشراكة مع المجموعة الإيطالية BF في مجال المحاصيل الاستراتيجية. هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته 420 مليون يورو سيكون التركيز فيه على الزراعة المستدامة التي تشمل الحبوب، البقوليات، النباتات السكرية والزيتية، البذور وكذا الحليب، ليكون نموذجا رائدا بولاية تيميمون في جنوبنا الكبير على مساحة تقدر ب36 ألف هكتار. منصب غير دائم. هي رؤية استراتيجية وثمرة التزام تعكس مدى حرص الدولة على تحقيق اكتفاء ذاتي في محصول القمح الصلب آفاق 2027، وهي أيضا تعزيز للعلاقات الجزائرية الإيطالية.